قبل ما نكملوا الكتاب ديالنا لاحظت بلي كثر من 50% من الناس اللي كيتفرجوا ما مشتركينش في القناه. بغيت نقول لكم مرحبا بكم والدعم ديالكم غير يشجعني نعطي اكثر ونستمر في هذا المحتوى. يلا نبداو. نهار 51 الاهتمام ديالك غيكون اعظم هديه ليهم. عندنا بزاف ديال الخيارات باش نفوجوا اللي تيلهيونا على الاولويات ديالنا، والأولويات ديالنا هي نعطيو الاهتمام ديالنا كله لعائلتنا والدينا وصحابنا. بعض المرات تنساو الأهمية ديال هاد الشيء والضرورة ديالو. شوف عائلتك واش عندهم شي مشكل اللي تيطلب الانتباه ديالك؟ واش والديك تيحسوا بالوحدة؟ واش صحابك اللي كتفكرهم غير ملي كتبغي دوز وقت زوين؟ واش محتاجين لشي شخص اللي يهضروا معاه؟ كون منتبه للمحيط ديالك، انتبه للدائرة ديالك. خلي تليفونك على جنب واحد شوية د الوقت، طفي البيسي ديالك، طفي هديك التلفازة واحد النهار وسير عند حبابك، جلس معاهم وهضر معاهم، عرفهم عليك. حيت بعض المرات الحاجة الوحيدة اللي تحتاجها واحد الشخص هي الاهتمام ديالك. نهار 52 داكشي اللي زرعتيه غتحصدو. كيف ما كان داكشي اللي كدير سواء كان زوين ولا كان خايب غادي يلقى الطريق ديالو ليك ديما. هادشي اللي تيسميوه بعض الناس بالكارما. قبل ما دير اي حاجه تفكر انها كيف ما كانت غادي ترجع ليك. الا درتي شي حاجه اللي زوينه غترجع عليك بشي حاجه اللي زوينه اكثر، والا درتي شي حاجه اللي خايبه غترجع عليك بمخيب. هادشي غادي يوقع بطريقه او باخرى، ماشي دابا ولكن من بعد، بطرق اللي مختلفين وفي وقت اللي مختلف. يمكن ماشي في الحاضر ولكن في المستقبل. ولهذا السبب قبل ما دير اي حاجه تاكد انك مستعد باش تواجه العواقب. فهم هادشي مزيان، رد البال. نهار 53 كل نهار تيحاولوا الشياطين اللي في الداخل ديالي انهم يخرجوا من الحبس اللي حبستهم فيه. كاملين عندنا شياطين في الداخل ديالنا، شي وحدين منا خلاو هاد الشياطين يخرجوا ويغلبوه، وشي وحدين تيتحاربوا معاهم يوميا، وشي وحدين حبس هاد الشياطين في الحبس ديالو. هما تيسكنونا كاملين، ما تخافش منهم، ولكن عندك تحكرهم وتقلل من القوة ديالهم. هما تيعجبهم يستفزوك، قهرهم وشدهم وحبسهم حياتك كاملة. بغيتك تعرف باللي هما راهم غادي يحاولوا يهربوا، انت حدد كيفاش غادي يحاولوا يهربوا، شنو الحاجات اللي تيخليوهم يبغوا يهربوا من الحبس ديالك. عرف هاد المحفزات ما تخليهاش تكون سبب باش يهربوا دوك الشياطين من الحبس ديالك. نهار 54 تمنيت تكون كان عندي وقت كتر. اكبر ندم الانسان. الوقت هو من بين اكثر الحوايج اللي تأثروا في الحياة ديال الانسان. كان من بين اصعب التحديات البشرية هو قياس الوقت بدقة. خايف نقول لك انه الوقت ماشي ابدي، تيدوز بالزربة، ما كيتسنى حتى شي واحد، وبالسيف باش كتمشي تقدر تماشى معاه. حتى ملي كتحاول دير بروغرام وتحقق اقصى استفادة من الوقت اللي عندك تيبقى هادشي ما كافيش، تيبقى الوقت تيدوز. ما يمكنش لينا نحبسوه، وما يمكنش لينا نشريوه، وما يمكنش لينا نمتلكوه ولا حتى نحتفظوا به، وملي تنفقدوه ما يمكنش لينا نرجعوه مازال. صور راسك، واش انت راضي بالبلاصه اللي انت فيها دابا؟ واش كدير داكشي اللي كتحب؟ واش انت فرحان براسك؟ الوقت ديالك كيدوز، خاصك تحس بالاهميه ديال الوقت قبل ما يفوت الحال. نهار 55 ملي كتشوف في المرايه غادي تشوف شخصيتك في بلاصه المظهر ديالك، واش تيبان لك غادي تبقى زوين؟ واش غادي تبقى تبان هكاك؟ واش الشخصيه ديالك زوينه بحال المظهر ديالك؟ واش الشوفه للشخصيه ديالك تيخليك تحس انك فخور؟ الشخصيه ديالك وماشي المظهر ديالك هي اللي كتحدك. الا كانت عندك واحد الشخصيه اللي خايبه فما عمر اي كميه
ديال المنتجات ديال التجميل غادي تخليك تحس انك زوين. الجمال الحقيقي ديال الانسان كاين في الشخصيه ديالو، في حين الجمال ديال المظهر يقدر يجذب بزاف ديال الاعين، ولكن الجمال ديال الشخصيه ديالك غادي يخطف لهم قلوبهم. الشخصيه ديالك هي انت، وشكون غادي تكون البقيه ديال حياتك. المظهر ديالك ما دايمش، ولكن الشخصيه ديالك هي اللي غادي تدوم. الا وصلتي معايا حتى لهنا تنشكرك بزاف، وما تنساش الا كنتي مازال ما مشتركش تشارك معايا في القناه وتبارطاجيها مع صحابك باش تشجعني نكمل ونعطيك اكثر. يلا بيست ليكم.